والله يا نمس أنا حبيتك خيرات الله. لك هو كمان بيموت عليك، بحبك من قلبه يا قلبي. وكل يوم بدي اجي اسهر عندك هون. يا سلام. اسمع قاعود، لبقى تيجي لهون وايدك فاضي؟ روح على الباكة جيب لك هيك شي خروف مهبر، يعني بنلعبه وبنتسلى معه، بعدين بنقطعه بنشويه بنطبخه. لكن بكره بجيب معي نمس. قل لك نكته خلينا نضحك. اقول لك نكته؟ يا بجيب لك نكته. احكي لكم نكته بالمقلوب؟ ايه وضحكوا بالاول. قل لك نكته ثانيه. لك بدي اجيب لك نكته يا زلمه. طيب احكي لك شي شغله صايره معك بالشغل. شي شغله صار معي بالشغل، شي شغله صار معي. اتذكرت يا شباب، يوما ذات من هالايام كنت حامل هالفقيشه، شو حامل هالفقيشه وماشي عم بخبخ بق وناموس، واذ وفجاه بيجيني زبون بقول لي يا معلم نمس، بقول له نعم، وقال لي انا يا معلم نمس قصدك، عندي مشكله كبيره، عم يطلع النمل كثير عندي بالبيت، شو اعمل؟ قلت له عندي وصلت حد عيونك، راح اعطيك خلطه النمس، خلطه ساحقه ماحقه للنمل. قال لي الله يقدر خيرك، الله يقدر خيرك. قلت له شوف يا ابني، بتجيب شويه سكر وبتخلطه مع فلفل اسود وشويه حجر. شو شويه حجر؟ النمل لوين بيجي؟ لعند السكر. شو راح يشم؟ الفلفل الاسود بيجي من ريحته بيدوخ، بس يدوخ راح يوقع ويجي راسه على الحجر وخلص بيموت. ايه خصي. ولك قوم لم معي، قوم خلاه رجعه لعند ابو صافر. قال لي ابو صافر ما خليه عندي بات بالبيت.